سواء كنت طالب مرحلة ثانوية تانية ثانوي أو تالتة ثانوي فالدرس ده مهم ليك. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن درس مهم جدا اسمه المستقبل المستمر وزمن المستقبل التام. محتاجين نعرف كل زمن فيهم بيتكون من إيه، ومحتاجين نقارن ما بين الاتنين ونعرف كل زمن فيهم هي استخداماته. تعال نبدأ الأول بزمن المستقبل المستمر اللي هو اسمه The Future Continuous Tense، زمن المستقبل المستمر. المستقبل المستمر يا شباب بيتكون من كلمة will أو may بلس الفيرب بلس بي بلس الفيرب بلس الاي ان جي. خد بالك ان الزمن ده مالوش صيغه مجهول. يبقى تاني يا شباب المستقبل المستمر بيتكون من will او may بلس be بلس الفيرب بلس الاي ان جي. تعال نشوف ايه هي الكلمات الداله عليه، ونشوف المستقبل التام بيتكون من ايه، وهي استخدامات المستقبل المستمر، وهي استخدامات زمن المستقبل التام. يلا بينا يا شباب. المستقبل المستمر الكلمات الداله عليه، حضرتك هتلاقي حرف الجر at، وهتلاقي بعد at ساعه، وبعد الساعة هتلاقي كلمة tomorrow. ادي كلمة من الكلمات الدالة على زمن المستقبل المستمر. عندنا ايه تاني يا حبايبي؟ لو جيت قلت لك all day او all morning، all واي مدة زمنية يا شباب، all day all morning، وقمت حاطط لك معاها كلمة زي كلمة tomorrow، دي برضو كلمة دالة على زمن المستقبل المستمر. ولو جيت قلت لك this time، next week، next month، واي مده زمنيه. لو جيت قلت لك from 3 to 6 tomorrow، من 3 ل 6 بكره، وقمت قايل لك in an hours time. يبقى ده يا شباب الكلمات الداله او الكلمات اللي بنستدل بيها على زمن المستقبل المستمر. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف المستقبل المستمر ده بيتكون من ايه، وايه الفرق ما بين كلمه may وكلمه will للتعبير عن المستقبل المستمر. اول استخدام للمستقبل المستمر يا ابطال، لو جيت سالتك سؤال قلت لك انت بكره الساعه 5:30 هتكون فين؟ فواحد فيكم قعد يفكر ثواني كده، قال له يا مستر 5:30 5:30 5:30 انا هكون قاعد بعمل الواجب بتاعي. هنا بقى السؤال علشان تعرف استخدام الزمن ده، يا ترى انت هتبدا في اعمال الواجب الساعه 5:30؟ ها رد. قلت لي لا. هل انت خلصت الواجب الساعه 5:30؟ برضه قلت لي لا. امال 5:30 الحدث ايه؟ 5:30 يا شباب الحدث هيبقى مستمر، علشان كده سمينا الزمن بتاعنا المستقبل المستمر. يبقى اول استخدام ليه يا ابطال، اوعى تنسى تاني هفكرك، المستقبل المستمر من اسمه هيعبر عن حدث هيحصل فين؟ في المستقبل، بس هيستمر لفتره محدده. تعال بص كده الجمله دي، لو جيت قلت لك حمزه will be doing، حمزه هيكون بيعمل الواجب the homework at 3:30 tomorrow. يبقى حمزه هيكون بيعمل الواجب بكره الساعه 3:30. هل حمزه بدأ الواجب 3:30؟ رد عليا. قلت لي لا يا مستر. طب حمزه هيخلص الواجب 3:30؟ برضه لا. امال 3:30 ايه؟ الحدث هيبقى مستمر وشغال. يبقى المستقبل المستمر يا ابطال اول استخدام له بيعبر عن حدث هيبقى مستمر لفتره محدده في المستقبل. ادي اول استخدام. طب تعالى بقى لتاني استخدام لزمن المستقبل المستمر، هو ملمس شويه مع المضارع المستمر، بنستخدمه في حاله وجود ترتيبات مسبقه زيه زي المضارع المستمر يا شباب. لو جيت قلت لك don't phone me، ما تتصلش عليا at 7 tomorrow، ما تتصلش عليا بكره، وقمت قايل لك I will be having a meeting، انا هكون في اجتماع. طبعا الاجتماع ده يا حبايبي محتاج ترتيبات مسبقه، فممكن مكان كلمه will be having a meeting
ممكن اقولها I am having a meeting، لان هنا يا حبايبي المستقبل المستمر هو المضارع المستمر بيعبر عن ترتيبات مسبقه، ترتيبات مسبقه. وبرضه ممكن يجي معاه جمله المانع اللي هي بتاعت كانت. لو جيت قلت لك I can't see you tomorrow، انا مش هشوفك بكره، I will be traveling to Alex، انا هكون مسافر اسكندريه. فهنا يا حبايبي المستقبل المستمر والمضارع المستمر الاثنين بيعبروا عن احداث هتحصل في المستقبل بس انا مرتب لها. تعال نشوف ثالث استخدام للمستقبل المستمر. ثالث استخدام يا حبايبي بيعبر عن حدثين لسه يحصلوا في المستقبل بس واحد فيهم هيقطع الثاني، يبقى حدث هيكون مستمر والثاني هيحصل خلاله او اثناء استمرار الحدث الثاني. يبقى ده الحدث الاستخدام الاول وده الاستخدام رقم 2. تعالوا نشوف الاستخدام رقم 3. احنا قلنا بيعبر عن حدثين اثنين وواحد فيهم هيقطع الثاني في المستقبل. لو جيت قلت لك when you arrive at the station، لما هتوصل المحطة I'll be waiting for you، هتلاقيني مستنيك يا بطل. يبقى ده تاني استخدام للمستقبل المستمر، حدثين اتنين يا شباب هرسمها لك اهو، حدثين اتنين هيقطعوا بعض. الحدث يا حبايبي الحدث الطويل هيبقى مستقبل مستمر، واللي هيقطعه هيبقى اما مضارع بسيط او مضارع تام. اي واحد فيهم في الاثنين صح، سواء مضارع بسيط او مضارع تام الاثنين صح. يبقى ده ثالث استخدام يا شباب للمستقبل المستمر. قلنا حدثين اثنين هيحصلوا لسه في المستقبل وواحد فيهم هيقطع الثاني. الحدث يا شباب الطويل هيتحط في زمن المستقبل المستمر، والحدث اللي هيقطعه اللي هي كلمة arrive دي تتحط مضارع بسيط أو مضارع تام. يعني ينفع أقولها when you have arrived، الاثنين صح، سواء مضارع بسيط أو مضارع تام الاثنين صح. تعال نشوف رابع استخدام معانا يا شباب هنا للمستقبل المستمر. المستقبل المستمر يا حبايبي بيعبر عن حاجة اسمها polite request. إيه هو البولايت ريكوست؟ اللي هو الطلب المؤدب. تعال نشوف. لو جيت قلت لك انت عايز مثلا تاخد اللابتوب بتاع باباك او بتاع اخوك، فانت هتقول له ايه؟ هتطلب منه الحاجه بطريقه مؤدبه، هتقول له will you be using your laptop tomorrow morning؟ هو انت هتبقى بتستخدم اللابتوب بتاعك بكره الصبح؟ ادي يا حبايبي رابع استخدام اللي احنا بنسميه البولايت ريكوست، الطلب المؤدب. يبقى ده المستقبل المستمر يا حبايبي خلصناه في 4 نقط. قلنا اول استخدام حدث سوف يكون مستمر لفتره محدده في المستقبل. طيب تاني استخدام يا حبايبي قلنا بيعبر عن المستقبل في حاله وجود ترتيبات مسبقه، زيه بالظبط زي استخدام المضارع المستمر لما كنا بنقول انه بيعبر عن حاجه لسه اعملها في المستقبل بس اوريدي انا مرتب لها. طيب ثالث استخدام يا شباب قلنا بيعبر عن حدثين لسه يحصلوا في المستقبل بس الحدثين دول في واحد فيهم هيقطع الثاني. لما كنت بقول لك when you arrive at the station I will be waiting for you، او لما مامتك تقول لك when you arrive home لما هتوصل البيت I will be cooking lunch، هتلاقيني واقفه في المطبخ بطبخ الغداء. يبقى هنا يا حبايب في حدثين هيقطعوا بعض. رابع استخدام للمستقبل المستمر يا شباب اللي هو سميناه البولايت ريكوست، الطلب المؤدب. لو جيت قلت لك will be using your laptop tomorrow morning، حضرتك هتستخدم اللابتوب بتاعك بكره الصبح. دول الاربع الاستخدامات بتوع المستقبل المستمر. وطبعا يا حبايبي عندي النقطه الاخيره هي كلمه may. may يا حبايبي ايه الفرق ما بينها وما بين كلمه will؟ may بتعبر عن حاجه انا مش متاكد منها، حاجه احتمال تكون مستمره لوقت محدد في المستقبل بس حاجه دي انا مش متاكد منها. لو جيت قلت لك هنعتبر ده الاستخدام الخامس، وجينا قلنا يا حبايبي when مودي is 30، لما مودي هيبقى عمره 30 سنة he may be working
in a bank. احتمال يكون شغال في بنك. يبقى الحاجة دي يا شباب أنا مش متأكد منها. وممكن نحط برضو كلمة في الآخر I am not sure. وبكده يا شباب يبقى خلصنا المستقبل المستمر، وده من أهم الأزمنة اللي موجودة عندنا زي ما أنت شايف، هو استخدامات بسيطة خالص وشكله سهل وبسيط. تعال بقى الرقم 2 النهارده اللي هو المستقبل التام اللي هو اسمه The Future Perfect Simple Tense. بيتكون من إيه يا شباب؟ طالما في كلمة مستقبل يبقى لازم يكون عندي كلمة will. طيب بعد will يا حبايبي بما إنه هو تام لازم أحط have والتصريف التالت. طب ما ينفعش يا مستر أشيل have دي وأحط has؟ لا يا بطل، لازم تبقى هاف. ليه؟ لأن ويل من الأفعال الناقصة ما ينفعش يجي وراها هاز، لازم يكون الفعل في المصدر وبعد كده بنحط التصريف الثالث. والزمن ده طبعا يا حبايبي له صيغة مبني للمجهول هنعرفها في آخر الشرح. إيه الكلمات الدالة على زمن المستقبل التام؟ كلمتين بساط خالص. لو عندك حرف الجر باي ومعاه ساعة وكلمة تومورو، يبقى لو عندي باي وساعة وتومورو، خد بالك بقى احنا هنا حطينا ات وساعة وتومورو. اللي اتغير من هنا لهنا يا حبايبي هو حرف جر بس. شوف حرف جر وداك من زمن لزمن. وطبعا يا حبايبي علشان محتاسين في المواد كلها والكلمات والجرامر ما بين الفيزياء والكيمياء وبتوع الادب تاريخ فرح، فهنا يا حبايبي انت ما بتاخدش بالك. انا عندي هنا ات ادي للمستقبل المستمر، اما انا عندي هنا باي. باي هنا معناها بحلول او قبل، بحلول او قبل. هنا يا شباب دي كلمه داله على المستقبل التام. وممكن نلاقي معاه تاني يا شباب، ممكن نلاقي معاه باي واي سنه فين؟ في المستقبل. قلت لك باي 2030. وطبعا عندنا الروابط بتاعته اللي هي بيفور وافتر واس سون از وين، ما تنساش. طيب هو ازاي اسمه مستقبل وتام يا مستر؟ هو المستقبل ده اصلا حاجه لسه ما حصلتش. تعال اقول لك يا بطل، احنا بنستخدم الزمن ده كتير جدا في حياتنا. لما مثلا واحد صاحبك لكعي، انت دايما كل ما تعدي عليه بيعطلك بالساعات في الشارع على ما ينزل لك، فانت عمال تاكد عليه. قلت له يا ابن الناس انا هاجي الاقيك لابس، قال لك قبل ما توصل هكون لبست. هكون ده مستقبل والبست ده تام. قبل ما هتوصل هكون خلصت الواجب. هكون ده مستقبل وخلصت ده التام. احنا بنستخدمه كتير جدا في حياتنا اليوميه يا شباب من غير ما نحس حتى بالعربي. يبقى قلنا يا حبايبي بيتكون من ويل وهاف وتصريف ثالث. ويل وهاف وتصريف ثالث. الكلمات الداله عليه قلنا باي وساعه وتومورو، او باي واي سنين فين يا شباب؟ في المستقبل. وقلنا باي هنا معناها بحلول او قبل. تعال ناخد اكزامبل. لو جيت قلت لك باي 2030 بحلول عام 2030 the government الحكومة مالها يا شباب؟ will have built هتكون بنت. المعنى يا حبايبي هتكون بنت، هتكون خلصت بناء. هتكون ده مستقبل وخلصت ده معناها ان الحدث هنا تام. will have built new cities. يبقى انت فهمت من الجملة دي ان المستقبل التام بيعبر عن حدث هيكون تم واكتمل قبل وقت محدد في المستقبل. تاني، حدث هيكون تم واكتمل قبل وقت محدد في المستقبل. انت راجع البيت الساعة 3 وبتأكد على ماما، بتقول لها ماما انا هرجع جعان لان انا نازل على فطاري. قالت لك يا ابني قبل الساعة 3 هكون خلصت الغدا. هكون ده مستقبل وخلصت ده هيكون تام. يبقى ده اول استخدام للمستقبل التام، بيعبر عن حدث هيكون تم واكتمل قبل وقت محدد في المستقبل. طيب تاني استخدام للمستقبل التام يا شباب، المستقبل التام شبيه بالماضي التام، بيرتب حدثين اتنين هيحصلوا ورا بعض. المستقبل التام بيرتب حدثين اتنين هيحصلوا ورا بعض. اولهم مستقبل تام لان ده اللي هيتم الاول، وتانيهم مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى تاني كده قول ورايا بطل. يبقى تاني استخدام للمستقبل التام بيرتب حدثين ايوه حصلوا لا مش حصلوا بقى معلش، ده الماضي التام هم اللي حصلوا، اما المستقبل التام لسه هيحصلوا. يبقى المستقبل التام بيرتب حدثين لسه هيحصلوا في المستقبل. الحدثين دول هيحصلوا ورا ايه؟ ورا بعض. اللي هيتم فيهم الاول يتكتب في زمن المستقبل التام،
واللي هيحصل تاني واحد فيهم يتكتب مضارع بسيط او مضارع تام. لو جيت قلت لك when you arrive home، ممكن اشيل كلمة arrive واحط مكانها have arrived. ها، when you arrive home I will have cooked our lunch، هكون خلصت طبيخ الغداء بتاعنا. يبقى فين هنا الحدث الاول؟ احنا قلنا الحدثين دول يا حبايبي لسه هيحصلوا في المستقبل، اولهم مستقبل تام وتانيهم ده قلنا هيبقى مضارع بسيط او مضارع تام. يعني ممكن arrive دي يا شباب ممكن اخليها have arrived. يبقى احنا كده اخدنا استخدامين يا شباب للمستقبل التام. اوعى تنسى اولهم، اول واحد فيهم قلنا بيعبر عن حدث سوف يكون قد تم واكتمل قبل وقت محدد في المستقبل. لما تقول لي يا مستر قبل ما انام هكون خلصت وحدتين، يبقى الحدث ده هيكون تم واكتمل قبل ما حضرتك تنام. طب تاني استخدام للمستقبل التام بيرتب حدثين هيحصلوا ورا بعض، اولهم مستقبل تام وتانيهم مضارع بسيط او مضارع تام. تعال بقى نشوف صيغه المبني للمجهول من الزمن ده. طبعا يا حبايبي الجمله هنا مش هتبدا بالسبجكت، الجمله بتاعتنا هنا هتبدا بالاوبجكت. بدانا بالاوبجكت اللي هو المفعول، وبعد الاوبجكت يا حبايبي هننزل ويل زي ما هي ماليش علاقه بيها، وبرضه هنزل هاف زي ما هي. طيب امال هبني الزمن ده للمجهول ازاي؟ كل اللي انا هعمله هاجي على التصريف الثالث ده واقوم حاطط قبله كلمه بن، بقى اسمه بن والتصريف الثالث الباست بارتيسيبل. يبقى لما تيجي تقارن الشكلين هياها، بس هنا يا حبايبي بدانا بالسبجكت، هنا بدانا بالاوبجكت اللي هو المفعول وزودنا كلمه بن، وكده كده التصريف الثالث كان معانا. تعال نشوف الجمله اللي موجوده عندنا بتاعه الحكومه دي. لو جيت قلت لك باي 2030 بحلول او قبل عام 2030 هبدا بالمفعول يا حبايبي اللي هي كلمه نيو سيتيز، مدن جديده. هتكون بنت ولا هتكون اتبنت؟ ها سامعك بترد اهو، بتقول لي يا مستر هتكون اتبنت، تبقى will have been built. يبقى المدن الجديده هتكون اتبنت او هيكون تم بنائها. فالفرق يا حبايبي ان احنا هنا حطينا بين والتصريف الثالث، والجمله هنا يا حبايبي الجمله هنا بادئه بكلمه نيو سيتيز اللي هي المفعول. في تركه بقى اخيره في زمن المستقبل التام علشان يبقى خلصنا المستقبل المستمر والمستقبل التام. تعال اقول لك عليها. بص يا حبيبي احنا ممكن نيجي في الجمله الاولانيه دي لو الجمله بتاعتنا بدات بالفاعل ادى السبجكت، انا ممكن يا حبايبي في الجمله الاولانيه اشيل كلمه will زي ما انت شايف كده واحط مكانها expect. فاكرين الفعل expect معناه يا شباب؟ expect بمعنى يتوقع، واكسبكت بيجي وراها تو يا شباب، expect to يتوقع ان. وهكمل باقي الزمن، انا شلت كلمه will وحطيت مكانها expect to، واقوم مكمل الزمن هحط have plus الباست participle. تعال نشوف الجمله بتاعتنا بتاعت الحكومه الاولانيه هتبقى by 2030 قمت قايل لك the government. هنكمل يا حبايبي هنشيل زي ما احنا اتفقنا كلمه will واقوم حاطط مكانها expect او expects. هنقول هنا expects لانه قلنا المفرد بيحب الاس. expects to، وهكمل باقي الجمله هنقول to have built new cities. يبقى كل اللي انا عملته انا شلت كلمه will وحطيت مكانها expect to. طب الجمله دي لو جايه في صيغه المجهول يا شباب، الجمله دي لو جايه في صيغه المجهول هي راحت فين؟ اهي الجمله بتاعت new cities نفس القصه يا حبايبي، نفس القصه اشيل كلمه will بس هبني expect دي للمجهول يا شباب. هتبقى الجمله بالشكل ده. احنا هنبدا الجمله بالاوبجكت وبعد الاوبجكت هنحط فيرب تو بي. فيرب تو بي ده يا حبايبي اللي هو اذا وايه او ار، وبعد كده اكسبكت هتيجي في التصريف الثالث. ليه؟
لان انا كنت شرحت لك المبني المجهول قبل كده في فيديو، قلت لك المبني للمجهول بيبدا بالمفعول ونحط فيرب تو بي والتصريف التالي. وبعد كده يا حبايبي طبعا احنا حفظنا ان اكسبكت بيجي وراها تو، وصيغه المجهول يا حبايبي هتبقى هاف بين والتصريف التالت لان تصيغه مبني للمجهول. تعال نشوف الجمله بتاعت نيو سيتيز. هيبقى الجمله شكلها كده باي 2030 هنقول نيو سيتيز مدن جديده. احنا قلنا هنشيل كلمه will ونحط مكانها verb to be زائد التصريف الثالث. نيو سيتيز دي جمع، هتبقى نيو سيتيز are expected، معناها مدن جديده متوقعه او متوقع لها ان ايه اللي يحصل لها، انها تبني ولا تتبني. هتقول لي يا مستر هتكون بتتبني، تبقى to have been built. وخد بالك علشان التركه دي مش موجوده في كتب كتير، خد بالك منها، خد بالك لانها مهمه قوي، محدش بياخد باله منها يا شباب. انا بروزها لك اهو عشان لما تاخد سكرين للبورد بتاعتنا تبقى انت عارف انا كاتب ايه. يبقى ده بديل او شكل اخر من اشكال المستقبل التام. ايه هو اللي احنا عملناه؟ احنا كل اللي عملناه يا حبايبي شلنا كلمه will وحطينا expect او expects. لو الجمله معلومه تبقى expect او expects. طب لو جمله مجهوله يا شباب اللي هي زي دي صيغه المجهول، يبقى نحط verb to be واكسبكت هتبقى في التصريف الثالث هتلاقيها expected. يبقى ده شكل تاني من اشكال المستقبل التام اللي معظم الطلبه ما بتاخدش بالها منها. وخد بالك عشان النقطه دي مهمه وللاسف ما بيبقاش عليها اسئله كتير. ده يا شباب مقارنتنا النهارده ما بين زمن المستقبل المستمر والمستقبل التام. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط عليك، ولو محتاج اي توضيح لاي نقطه اكتب لي في الكومنتس، هسيب حضرتك تاخد سكرين واشوفكم على خير في الشرح اللي جاي او في الفيديو اللي جاي. سلام يا شباب.